تعالي اقول لك تخرجي فين في اسكندريه. جولتنا النهارده في اسكندريه زي ما انتم سامعين كده. بس انا عايزه وعاتبه عليكم في حاجه. اولا، انتوا ازاي مش تقولوا لي ان اسكندريه حلوه قوي جدا كده في الشتاء؟ تصدقوا ان انا عمري ما رحت اسكندريه في الشتاء، ودي كانت اول مره ليا ان انا اروح اسكندريه في الشتاء. رحنا في شهر 2 تقريبا يوم 10 او 12. وبصراحه الجو كان حلو جدا، يعني بصراحه احنا كنا رايحين واخدين جواكت كتير جدا، ما استخدمناهاش من كتر ما الجو كان حلو قوي ومشمس جدا. تعالوا بقى النهارده اقول لكم انا عملت ايه بالظبط وازاي تستمتعي في اسكندريه، عرفت فيها كل حاجه. وهقول لك ازاي تقضي يوم حلو جدا. يلا بسرعه تعالى نبتدي فيديو. بس لو اول مره تشوفوني، انا اسمي فاطمه، بعمل فلوجات وريفيوهات اكيد هتفيدك. مش تنسي تشتركي في القناه وتعملي لايك وشير كتير للفيديو. يلا بينا بقى نبتدي جولتنا الطويله جدا بس حلوه جدا. يلا بينا نبتدي. اول حاجه ابتدينا بيها اليوم قررنا ان احنا هنروح القلعه. بس مش هندخل القلعه، يعني انا هروحها مش عشان ادخل القلعه، انا دخلتها قبل كده مرتين ثلاثه وخلاص عارفه اللي فيها. وحسيت بقى ان انا مش عايزه ادخل القلعه، لا انا عايزه ادخل متحف الاحياء المائيه المحنطه ده. ده المتحف ده حلو جدا، وبالذات لو معاكي اطفال هيتبسطوا جدا، هيتبهروا بكل حاجه موجوده هناك. اول ما دخلنا لقينا التمساح الفظيع ده، طبعا فريده والاولاد مش سابوه في حالهم، وقعدوا يتصوروا معاه صور حلوه قوي. بصوا هما كانوا مبهورين اصلا بالمكان وقاعدين فرحانين وقاعدين بيجروا، مش عارفين يشوفوا ايه ولا ايه، متحمسين ان يعرفوا ده ايه. بصراحه لو معاكي اولاد هيتبسطوا بالمكان ده قوي. في متحفين، متحف الاحياء المائيه المحنطه، وفي متحف الاحياء المائيه بس. يعني هتلاقي جوه السمك صاحي يعني بيعوم قدامك. وكل مكان سمك هتلاقي جنبيه لوحه كده مكتوب دوت السمك ده اسمه ايه وطوله ايه وتاريخه ايه، وكل حاجه مكتوبه عنه. فبصراحه المكان كان ممتع قوي. انا دخلت المتحف بتاع الاحياء المائيه المحنطه، ما حبيتش ادخل بتاع الاحياء المائيه العاديه، يعني انا كنت حابه قوي، يعني كان عندي شغف كده ان اشوف الاسماك وهي محنطه. بصوا بقى اسماك عمرنا ما شفناها في حياتنا، يعني شايفين السمكه الكبيره قوي ديت. طبعا السمكه دي في الحقيقه كبيره قوي وضخمه جدا كده، شكلها مش تقليدي. طبعا كاتبين في اللوحه اللي جنبها هي دي سمكه اسمها ايه، كاتبين كل حاجه عنها وسمكها وطولها وكل حاجه. اسمها سانفيش، زي ما انتم شايفين كده اسمها سانفيش، وده بيبقى شكلها، وقايلين لك بتعيش فين والاماكن اللي بتعيش فيها البحر الايه. اسمها سمكة الشمس المحيطية. لا وموجود بقى كمان مش بس موجود اسماك محنطة، لا موجود الاجهزة اللي بيستخدموها في البخارات اللي كانت ايام الحمله الفرنسيه، جهاز لقياس السرعات، جهاز قياس الضغط الجوي. بصوا حاجات حلوه جدا، الاولاد اول مره يشوفوها واتبسطوا بيها قوي. يعني لازم تدخلوا المتحف ده، المتحف ده حلو قوي سواء هو بتاع المحنطه او الاحياء المائيه العاديه. طبعا على فكره هم يتبسطوا كمان لو دخلوا القلعه. انا بس مش دخلناها عشان احنا دخلناها قبل كده وكنا عايزين نعمل حاجات كتير قوي في اليوم. برضو القلعة حلوة جدا، وإن الولاد يشوفوا المكان اللي كانوا بيضربوا منه الجنود وكده، فحاجات برضو حلوة قوي. يعني هتبسط بيها الأولاد قوي، كانوا يعني مستمتعين كده وعندهم شغف إن يعرفوا إيه كل حاجة عن المكان. بصوا بقى شايفين السمكة دي، السمكة دي شكلها مخيف جدا كده، اسمها سمكة الشيطان عشان شكلها وحش قوي. بص اول بقى ما خرجنا لقينا واحده بنت كده حجايه ماسكانا، لا والله لا انتم متصورين. المهم الحجايه مديانا الملايه اللف دي والمنديل وقعدت تصورنا، الصوره باين ب 10 جنيه او 15 جنيه. المتحف برضو سعره مش غالي ابدا، الفرد باين ب 20 جنيه. إيه سعره قليل قوي. كمان تقدري تاخدي جوله هناك في القلعه بعد ما بتمشي شويه كده قدام القلعه. بيبقى طبعا موجود البحر. تقدري ان طبعا في ناس كتير جدا بتيجي تعمل معاكي ديل. في بيقول لك انك مثلا ممكن تاخدي يخت لوحدك انت واسرتك وتدفعي 150 جنيه، او تركبي اي مركب من المركب ديت والفرد ب 30 جنيه. طبعا ده كل واحد على حسب ذوقه، يعني عايز يركب او لا. بس انا عن نفسي مش من محبين المراكب، لان بدوخ منها ونفسي بتغم عليا كده، فانا مش بحب يعني الكلام ده. لكن في ناس كتير جدا تستمتع بالكلام ده، يعني انت لو عايزه تعملي كده اعملي كده جدا. وبعدين بقى رحنا جايين خارجين من القلعه وخلاص ماشيين، واكلنا بقى فطرنا من محل اسمه فلفلايه، حلو جدا المكان ده، حلو جدا واسعاره حلوه جدا، والسندوتشات حلوه قوي، لازم تشتروا من عنده او لازم تفطروا من عنده. المهم وبعديها بقى قررنا ان احنا نروح متحف المجوهرات الملكيه.
المتحف ده حلو جدا وكنت اسمع عنه وكان نفسي اروحه. اول ما بتدخلي بيروح جاي مديكي طبعا الدفع بالفيزا، والفرد ب 20 جنيه. لازم يبقى الدفع بالفيزا يعني. المهم وبعدين بتروح جايه لابسه ملبسينك حاجه في الشوز كده، وبعدين بتروح جايه داخله بقى. بصوا بقى شايفين مكتوب مجموعه من علب الحلوى والنشوء من الذهب. انتوا متخيلين؟ وبيحطوا نشوء في علب ذهب، وبيحطوا الحلوى في علب ذهب. يعني كانوا بيفرضوا يعني مش عارف يعني مش عارف. انا عرفت ديون مصر، احنا ليه حتى الان بنسدد ديون مصر؟ المتحف ده بتاع احفاد الملك فاروق. يعني بصوا دي بتاعت الملكه ناظلي الزوجه الثانيه للملك فؤاد. بصوا حاجات شكلها حلو جدا لو انت من النوع بقى اللي بيحب الذهب. هم طبعا الاضواء عندهم خافته جدا، علشان بيحافظوا على الحاجات ديت من الضوء والكاميرا وكده. يعني انا صورت لكم باعجوبه اصلا. بصوا دي مجموعه من مقتنيات الامير محمد علي توفيق. بص مصنوع من ايه؟ الذهب والفضه والالماس والياقوت. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ بصوا بقى دي مجموعه من النياشين. بصوا شكلها حلو قوي. طبعا فريده ما كانتش مستمتعه معايا بالكلام ده، لان قاعده تقول لي يلا يا مامي يلا نمشي، يعني زهقت علشان ايه؟ المكان هادي كده والاضاءه خافته، ويعني ايه، جو عميق شويه. طبعا كان في هناك سياح كتير جدا. بصوا بقى، ده قلادة ولي مصر. بصوا الدهب شكله حلو قوي. دهب يعني تخيلوا حاجه حلوه قوي ان انت تقعدي تشوفي كده الدهب بتاع الاميرات بتاع زمان. بصوا شايفين الجدران نفسه؟ الجدران نفسه حاجه كده حكايه. تخيلي لما تقعدي تتمشي كده في قصر ملكي وتتخيلي هم كانوا موجودين فين وكانوا بيعملوا ايه ولابسين ايه. بصوا بقى شايفين التاج التحفة ده حلو قوي. لا وكمان الاسورة دي فظيعة، عجبتني قوي. بصوا الحلق ده كمان حلو قوي. بصوا انا وريتكم كل حاجة، انتوا مش محتاجين تروحوا في حتة بقى يا جماعة، انتوا خلاص شفتوها في الفيديو. لا بجد طبعا بهزر معاكم. لا روحوا، المكان حلو قوي ان انتوا تشوفوا بنفسكم. غير برضو يعني الاستمتاع هيبقى اكتر. بصوا بقى في شوية حاجات فظيعة. بصوا شايفين العقاد ديت؟ يعني كانوا بينوعوا، والحاجات الوانها حلوة جدا. حاجة حلوة قوي انك تشوفي الحاجات بتاعت زمان. بص مجموعة من اللازورد والمرجان والبلاتين واللؤلؤ والفيروز والياقوت. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ احنا مش عايشين. بصوا يا جماعة اللي كانوا بيغسلوا اسنانهم بفرشة ذهب. انتوا متخيلين؟ كانوا بيغسلوا اسنانهم بفرشة ذهب. بصوا انا مش عارفة ايه الحاجات ديت يعني. أنا مش عارفة ده سيف ده ولا ايه، مش عارفة. مقتنيات طقم زينة سيف من ذهب، مرصع بالماس، مموه بالمينا الملونة. المهم يعني خرجنا خلاص من المتحف، كان حلو جدا يعني، تجربة لطيفة جدا. دخلنا اتعقدنا وطلعنا الحمد لله. وبعدين بقى تروحي تقعدي في أي شاطئ بقى. الكورنيش عندك طويل روحوا. احنا ده كان الشاطئ ده اسمه راس التين. بصوا الشاطئ ده حلو قوي ونضيف جدا على غير العادة. لا وكمان البحر كان لونه حلو قوي، يعني كأنك قاعدة في البحر الأحمر كده. لونه كان أزرق شكله تحفة. طبعا هنا بقى فريدة كانت قاعدة بتوريكم إن هي قاعدة بتنقي القواقع ديت، وطبعا بتقعد بتعمل منها أشكال وقاعدة بتنقيها من الشاطئ. ومبسوطة قوي وقاعدة بتقول لكم شايفين ده البحر. كانت مبسوطة قوي. الجو كان حلو قوي. الجو يعني أول مرة أروح اسكندرية واستمتع بالشكل ده. بس وكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم.